على مدار تداولات الأسبوع الماضي شهدت الأسواق حالة من الهدوء النسبي، كان أولها انتظار لأخبار التوظيف الأمريكية، والسبب الثاني كانت التصريحات اللي أتت من بكين بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الصين في الوقت الحالي منفتحة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. وده نوعا ما يعتبر تغير كبير في لهجة الصين خلال الفترة الأخيرة، بعد ما كانت دايما بتأكد على فكرة أن مفيش في الوقت الحالي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. أول مرة نشوف الصين بتتكلم عن فكرة ان هم ما عندهمش اي مشكله لبدء المفاوضات مع الولايات المتحده الامريكيه بشان ازمه التعريفات الجمركيه. ده انعكس على الاسواق بشكل واضح وادى الى تراجع الملاذات الامنه. شفنا الذهب بينخفض لمستويات ال 3230 وحاله من التحركات العرضيه بيشهدها الذهب، وشفنا ايضا تراجع في الملاذ الثاني وهو الين الياباني اللي تراجع، وخاصه مع الدولار الامريكي. بشكل عام لو اتكلمنا عن الذهب ما نقدرش نقول ان احنا بدانا موجه تصحيحيه هابطه. حتى الان اللي بيحدث في الوقت الحالي هو عمليات جني ارباح انتظارا لما سيحدث خلال الفتره القادمه. الاسواق منتظره ان يحصل حل الازمه. ما اعتقدش ان احنا هنشوف ارتفاعات اكتر من القمه التاريخيه عند ال 3500 الفتره الجايه، الا لو كان عندنا حدث قوي في الاسواق او الاعلان عن عدم التوصل لاتفاق بين الولايات المتحده الامريكيه والصين. واعتقد كل التاثيرات دي هتكون موجوده معانا خلال شهر يوليو المقبل لما تنتهي المهله او عمليه التاجيل اللي قام بها دونالد ترامب لمده 90 يوم مع باقي بلدان العالم. لكن على الصين ما زالت التعريفات الجمركيه مفروضه في الوقت الحالي، فاحنا في الوقت الحالي منتظرين نشوف ايه اللي هيحصل. لو كان عندنا اخبار سيئه او عدم الوصول الى حل واضح وجيد بالنسبه لكل الدول، فاعتقد ان الذهب هيرتفع بشكل كبير. لكن لو كان عندنا حلول جيده خاصه مع الصين، اعتقد ان الذهب قد يستمر في مساره الهابط. واحده كمان من ضمن الاسباب اللي ساعدت على تراجعات الذهب وارتفاعات اسواق الاسهم الامريكيه كان اخبار سوق العمل الامريكي. معدلات البطاله في الولايات المتحده الامريكيه استقرت كما هي عند 4.2%. معدلات التوظيف اتت افضل من التوقعات، بالرغم من ان تم مراجعه قراءه الشهر الماضي واصبحت اقل، فبالتالي بيحصل عندنا بعض التباطؤ في اعداد الوظائف اللي بيتم اضافتها. لكن حتى الان ما زلنا بتصدر او ما زالت بتصدر بصوره افضل من التوقعات، وده اللي ادى الى ايجابيه على اسواق الاسهم الامريكيه. الايجابيه دي اتت زي ما قلنا من اخبار التوظيف او اخبار سوق العمل، اتت من التصريحات اللي جاءت من الصين، اتت من تهدئه لهجه دونالد ترامب نحو جيروم باول رئيس الفدرالي الامريكي. دونالد ترامب اتكلم ان الفدرالي الامريكي في الوقت الحالي لابد ان يقوم بتخفيض الفائده، لكن نبره دونالد ترامب كانت اقل بكتير من اللي كنا بنشوفه خلال الفترات اللي فاتت، خاصه بعد ما اعلن انه لا يسعى لاقاله جيروم باول. وبالتالي ما زال عندنا متوقعين ارتفاعات بالنسبه لاسواق الاسهم الامريكيه خلال الاسبوع. تراجعات الذهب اعتقد انها هتستمر، او على الاقل هيكون عندنا مسار عرضي خلال الفترات اللي جايه، خاصه ان احنا بننتظر ايضا مجموعه من الاخبار الهامه. اولها هيكون اجتماع اللجنه الفدراليه الامريكيه لقرار الفائده، واللي متوقع تثبيته كما هو. ما عندناش شك في التثبيت في الوقت الحالي، لكن اللي هننتظره هيكون حديث جيروم باول رئيس الفدرالي الامريكي وحديثه عن توقعات السياسه النقديه الفتره القادمه، او ايه اللي ممكن الفدرالي يعمله خلال الفتره القادمه، وهل هيعلق على احاديث دونالد ترامب ولا لا، ولا هيتكلم عن معدلات النمو ومعدلات التوظيف اللي تم صدورها. كل الاحاديث دي هيكون ليها تاثير كبير على الاسواق. عندنا ايضا توقعات ان بنك انجلترا يخفض الفايده ب 25 نقطه اساس، وفي وجهه نظري بنك انجلترا محتاج ان هو يكون اسرع الفتره الجايه في خفض معدلات الفايده. وبشكل عام اعتقد ان القرار نوعا ما قد يكون ايجابي بالنسبه للجنيه الاسترليني.